السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هعرفكم ازاي تعملوا بوت زخرفة خاص بيكم بطريقة سهلة جدا وفي أقل من دقيقة بإذن الله. بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. طبعا يا جماعة الطريقة سهلة جدا. انت كل ما عليك هتروح على التليجرام وهتكتب في البحث زي كده حرف الآد، بعد كده زد 900 زد 900 بوت يا جماعة اهو، زد 900 بوت. لازم بنفس الشكل كده، وهيجي لك البوت ده صانع البوتات الاصلي. هتدوس ستارت وهتروح دايس طبعا الناس اللي عاوزة تصنع بوتات يا جماعة بدون اعلانات واشتراك اجباري عادي تتواصل معي من هنا. هتروح دايس على كلمة صنع بوت جديد، وهتختار بعد كده زخرفة. هيقول لك ارسل التوكن، هتدوس على كلمة ارسل التوكن الخاص بك الان. بعد كده يا جماعة هتدوس بدء. تمام، بعد كده هتروح دايس على كلمة نيو بوت فوق اهي، وتكتب اسم البوت بالعربي، مثلا انا هكتبه زخرفات. بعد كده هيجي لك هنا يقول لك اكتب الاسم بالانجلش. انا هكتب مثلا زخرفاتي بوت. لازم يا جماعة اخر 3 حروف يكونوا بي او تي بوت، والاسم اللي قبل كده بالانجلش انت براحتك تختاره. هيروح يجي لك التوكن ده هتاخده نسخ، وبعد كده يا جماعة هتروح رايح على البوت فازر صنع البوتات الاصلي وتبعت له التوكن، وهتستنى اقل من دقيقة لحد ما يقول لك تم صنع البوت الخاص بك. هو بيقول لك تم الصنع ومعلومات البوت بالكامل، هو هتدوس عليها وهتدوس بدء بعد كده. وبعد كده هتروح دايس على كلمة انجلش لو انت الزخرف عاوزها بالانجلش، وعربي لو عاوز بالعربي. انا هجرب انجلش يا جماعة مثلا، وهكتب اهو مثلا الاسم ده. وزي ما انتم شايفين يا جماعة الزخرفات اهي كلها قدامكم. طبعا لو عاوز تضيف صورة للبوت هتدوس على اسمه، وتدوس على علامة الضبط دي او علامة القلم، وتدوس تعين صورة وتختار صورة من عندك يا جماعة بسهولة جدا. وهنا تقدر تكتب الوصف اللي انت عايزه برضو بسهولة. تمام، وهو زي ما انتم شايفين. تمام، هندوس رجوع. لو دوسنا عربي هنا يا جماعة برضو هتقدر تكتب اسمك مثلا بالعربي اهو، هتلاقي كل الزخرفات بالعربي اللي انت شايفها قدامك دي اهي. وهندوس العودة، وفي هنا شوية رموز برضو لو عاوز تاخد منهم اي حاجة نسخ، وهي يا جماعة تقدر تاخدها نسخ وتضيفها جنب اسمك لو عاوز. طيب في اعدادات تاني للبوت، في شوية اعدادات كده فوق اهم يا جماعة. تنزل تحت خالص كده وتكتب ستارت من البداية اهي. دي اعدادات البوت الخاصة بك انت، يعني اعدادات لو بعت البوت لشخص عاوز اول ما يدخل الشخص ده يجيلك اشعار ولا لا. لا عاوز تضيف ردود في البوت، تضيف رسالة ترحيب للاشخاص، تعمل اشتراك اجباري لقناتك، تضيف ادمن معاك في البوت، الاحصائيات كم واحد بيستخدم البوت، قسم الاذاعة تنشر اذاعة لجميع الناس في البوت وتتعمل لها تثبيت لو في كمية كبيرة يعني بيستخدموا البوت وكده. وهنا اعداد البوت الزخرفة لو عاوز تغير في الزخرفات وكده. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى رب يكون افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.